بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبايبي الغاليين، أخبارنا إيه؟ أخبار المذاكرة معانا إيه؟ يا رب نكون بنذاكر مش فيس وواتس. والله العظيم عارفكم، أنا مش خايف غير منكم وقلتها لكم. مش خايف من أسئلة، أنا خايف من فهم الطلبة للأسئلة. فنركز ومعانا وقتنا ونقرا الملازم كويس والكبسولات كويس اللي أنا مديها لكم ونحل أسئلة كتير. احنا قلنا لك في المراجعات، فاكر؟ احنا هنعمل لك لكل باب يا معلم فيديو في كل اسئله الثانويه العامه اللي جت 21 و22 و23 مايو واغسطس بعيد عنك واحنا السامعين، ونماذج الوزاره كمان في الثلاث سنين. بحيث مع سيادتك كده كام فيديو كده حلوين فيهم كل الاسئله اللي جات لك، مش هتحلها بقى، بنتكلم في 5 6 امتحانات. عشان ما تقولش عليك، يلا بينا نخش على الموضوع ونخش على اسئلتنا على طول. اول سؤال عند سيادتك بيقول لك: واحد، يقول الشاعر محمد فاضل سلمان: دخان المصانع يؤذي الانام ويسبب شتى ضروب السقم اللي هو المرض، وسيل النفايات في كل عام يهدد كوكبنا بالفناء. خد بالك، هحط لك مفتاح الاجابه تحت منها خط زي ما علمناك. بنتكلم على دخان مصانع بيأذينا ويضرنا، وبنتكلم على النفايات. النفايات اللي هي الحاجات ايه، الحاجات بقى الخطره وبتاع، مخلفات المصانع وبتاع بتهدد كوكبنا. وقال لي سيادتك بقى: اي من المقترحات الاتيه تعالج الممارسات السلبيه السابقه؟ واداك اختيارات، ادانا 4 اختيارات. استخدام الالات غير مطابقه للمواصفات. يا راجل طيب، مستحيل. اذا هنا دي مستحيل، اجابتي غلط. تخصيص جزء من مواردنا نعمل بيها مبيدات كيماويه. اجابتي غلط، مستحيل. انشاء المصانع خارج المدن تشغيلها بالطاقه. تنفع، بس زي ما قلت لك بص على ال4 اجابات. طب الرابعه: تنميه الكفاءه الانتاجيه للمصانع. ممكن، بس انا بعد ايه؟ زياده النفايات الضاره. مستحيل. اصبح كده حبيبي الاجابه المنطقيه الوحيده اللي تنفع مع سيادتك ان انا بعمل المصانع خارج يا باشا، خارج المدن. عشان كده اجابتك كانت على السؤال انشاء المصانع خارج المدن. وادي اول سؤال عند سيادتك. مش محتاجة حاجة يعني. سؤالك الثاني قال لسيادتك: بيتلوث غذاء الانسان احيانا بمواد مشعه نتيجه لتساقط الغبار الذري على النباتات والتربه الزراعيه، حيث تدخل المواد المشعه الى بناء جسم النباتات وتنتقل عبر السلالات الغذائيه الى الحيوان والانسان. ونستخلص من العباره السابقه الممارسات. هديك بقى كام سؤال كده عن الممارسات الغلط يا معلم. ماشي، ارجع تاني لسؤالك. قال لي سيادتك: يتلوث غذاء الانسان بمواد مشعه، ها بس قال لك بقى ايه يا معلم؟ بناء جسم النبات وتنتقل عبر السلالات الغذائيه الى الحيوان والانسان. نبات وحيوان وانسان، الثلاثه اتضروا بالحاجه اللي حصلت دي يا استاذي، بالمواد المشعه ديت. واديتك اختيارات: الف وب، ج ود. قال لك: فقالت استنزاف الموارد البشريه اللي هم البشر، غير بشريه، نباتات وحيوانات. تنفع، ما قال لك نبات حيوان انسان. بس استنى كمل. القضاء على التنوع في البيئه البحريه. مستحيل. اهمال استصلاح واستغلال البيئه الصحراويه. ملهاش علاقه. هدر وتبديد المواد والخامات الصناعيه. مستحيل. شفت بقى يا معلم ان الاستبعاد بيأكد على اجابتك ازاي؟ اصبح الاجابه المنطقيه الوحيده عند سيادتك هي استنزاف الموارد البشريه وغير البشريه، لان اكلمك هنا يا حبيبي على نباتات، حيوانات، انسان. استنزاف موارد بشريه وغير بشريه. تعال ننزل كده تحت شويه. سؤالنا الثالث: اثبتت الدراسات ان ملوثات الهواء التي تعرضت لها مدينه دورونا في ولايه بنسلفانيا الامريكيه حالة انعكاس حراري أدت لاحتجاز الضباب الدخاني فوق المدينة وإصابة 6000 شخص بأمراض تنفسية ووفاة 20 منهم ربنا يرحمهم. ونستخلص العبارة السابقة إن هذه الممارسات تؤثر سلبا في. ودك اختيارات. ارجع لسؤالنا تاني. احنا بنتكلم أولا على إيه يا باشا؟ على ملوثات الهواء. أدي أول حاجة. وبعد كده قال لي سيادتك إيه يا باشا؟ احتجاز الضباب الدخاني. فكلامنا على دخان وكلامنا على هواء، وبالتالي اداك اختيارات. حالة مناخية اللي هو الطقس والمناخ والهواء والضباب. ممكن.
طب موارد صناعية، بس كمل، موارد صناعية ما تنفعش، ما تكلمش على صناعة خالص. مجاري مائية، بحار ومحيطات، ملهاش علاقة. أحياء مائية، جبت لك سيرة سمك ولا حيتان ولا حاجة، ملهاش علاقة. أصبحت الإجابة المنطقية اللي عند سيادتك هي الحالة المناخية على ملوثات الهواء واحتجاز الضباب الدخاني. مش محتاجة حاجة يعني. سؤالنا رقم 4. بص يا غالي، قال لي سيادتك ايه؟ قال لي سيادتك خلال القرن التاسع عشر اختفى حوالي 45 نوع من الطيور والحيوانات، بعضها بالوطن العربي مثل الفهد الآسيوي، بعضها بالمغرب العربي مثل الدب، الجبال الأطلسي، وذلك لملاحقتها بالشباك والأسلحة المتقدمة، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عملوا فيهم. وبعد كده قال لي سيادتك ايه يا معلم؟ ده جه مايو 21. نستخلص من هذه العباره ان هذه الممارسات تدل على، واداك اختيارات. كلامنا على، خد بالك، اختفى حوالي 45 نوع من الطيور والحيوانات. لما اكلمك على اختفاء 45 نوع من الطيور والحيوانات واديك اختيارات: احترام الانسان للبيئه مستحيل، الحفاظ على الموارد البريه ده احنا دمرناها مستحيل، محاولة فهم الإنسان للبيئة يا ريتنا كنا عملنا كده مستحيل. الإجابة المنطقية النموذجية اختلال التوازن الطبيعي. يعني اختلال التوازن الطبيعي يا مستر؟ يعني حيوانات حصل لها انقراض، ربنا عمل البيئة في توازن يا معلمين، ومش كده ولا إيه؟ إنسان، حيوان، نبات، ده ياخد من دوت يفيد ويستفيد، يا بخت بالنفع واستنفع. إنما لما تختفي الحيوانات يا أستاذنا زي ما قلت لك كده، ما يبقاش في توازن طبيعي في البيئة. شكلك فاهم يا نص. اللي بعد رقم 5. يعرف ده جه في اغسطس بعيد عنك وعن السامعين 22. يعرف بول تايلور الثقافه الحيويه بانها الجانب من اي ثقافه بشريه، والذي من خلاله يتبرع وينظم البشر بيئه لاشياء حيه ويستغلونها منهجيا من اجل المنفعه البشريه. تعريف بول تايلور السابق يمثل احد استراتيجيات الداعيه الى، وادك اختيارات، ارجع تاني. هو قال لك الجانب من اي ثقافه بشريه والذي من خلاله يتبرع وينظم البشر بها لاشياء اشياء حيه الفروكوليت، تعتنوا الكركون. يستغلونها منهجيا من اجل المنفعه البشريه. نستغلها منهجيا بطريقه علميه، بطريقه سليمه، من اجل المنفعه البشريه. طب يا عم شيف، لما نستغلها منهجيا من اجل المنفعه البشريه، هل احنا كده بننمي وعي المواطنين باستنزاف الطبيعه؟ يا راجل عيب عليك. احترمنا حق الاجيال المقبله، ما جبتلكش سيره بقى ولا اولادك ولا ما، الاجيال المقبله اولادك واحفادك، ملهاش علاقه. تحقيق مطالب الانسان في تسخير الطبيعه، لا يا اخي ربنا ما خلقش الطبيعه عشان خاطر كده برضه. لكن لما قال لك تحقيق التوازن بين بين الانسان والطبيعه، اجابتك المنطقيه تبقى رقم ب، تحقيق التوازن. ودي يا باشا الاستفاده المنهجيه للمنفعه البشريه. جه في 6 قال اصطدام ناقله النفط توري كاينون عام 66، وده حصل بالصخور والشعاب المرجانيه، ده اللي حصل لها، الموجوده فين؟ في الساحل البريطاني. الاصطدام السابق يؤدي الى نتائج سلبيه، من قلت لك لازم يجيب لك حاجات بالسلبيات ديت، ودي اسمها بقى مخرجات التعلم. فافهم السؤال عايز منك انهي جزئيه: حالة مناخيه، حفاظ على الحياه البريه، الحيوانات، وهكذا. اما اتكلم على صخور وشعاب مرجانيه، قال لي سيادتنا هل هي حمايه الحيوانات البريه النادره؟ طبعا وانا جبنا لك حيوانات بريه ولا هباب. طب 2، قلنا لسيادتك التاثير الضار على الكائنات المائيه، تنفع مصخور وشعاب مرجانيه في قلب الميه. بس استنى كمل. التخلي عن استخدام المبيدات الكيماويه مستحيل. المحافظه على الموارد والثروات الطبيعيه ملهاش اي مجال في سؤالي. الإجابة الطبيعية والمنطقية رقم ب يا أستاذنا، اللي هو التأثير الضار على الكائنات المائية. اتكلمنا على صخور وشعاب مرجانية. ركز الله يخليكي. في 7 قال لسيادتك تزايد استخدام الذرة في مختلف مجالات الحياة وخطور، ده جالك أغسطس 21.
وخطورة التفجيرات النووية لما يترتب عليها من الغبار. اقفش. واللي بينبعث من مواقع في التفجير الذي يسقط إما بالجاذبية أو بالأمطار. نستنتج من الممارسات السلوكية السابقة ما يلي: حطيت خط تحت خطورة تفجيرات نووية على الغبار اللي هو التراب اللي حوالين مننا، وقلنا حدوث تغيرات مناخية في المناخ وفي الهواء وفي التراب ممكن. استنى كمل. حماية حيوانات برية نادرة ملهاش علاقة. محافظة على غلاف جو، ده احنا خربنا الغلاف الجو، ده احنا يا راجل خربنا ثقب الأوزون يا راجل. الحفاظ على مقدرات الطبيعة ملهاش أي علاقة يا حبيبي. أصبح يا غالي إجابتك يا معلم المنطقية التغيرات المناخية. ماشي يا حبيبي، لأن ده المرتبطة بإيه يا باشا يترتب عليها من غبار. المجموعة الثانية اللي عندنا: 1. مجتمعنا أصبح الآن مثل الأعمى المهووس بازدهاره الاقتصادي وتقدمه التقني وما يمتلكه من ثراء مادي مبهر، لدرجة أنه فقد القدرة على البقاء بصحة جيدة، وهو ما أدى إلى، سؤالك يبتدي من هنا بقى يا باشا، طب ده أدى لإيه بقى يا أستاذي؟ قال لك هو ما أدى إلى اختلال التوازن للبيئة وقضى على مظاهر الحياة في كثير من النواحي. تقدمنا الاقتصادي أدى لاختلال التوازن الطبيعي وقضينا على كل مظاهر الحياة، ودي حاجة سلبية بنسبة 1,000,000%. وأنا قلت لك ما دمنا هنكلمك على حاجة سلبية بنسبة 1,000,000%، بنتكلم هنا على مرحلة القهر والاستبداد. طب أي حاجة في اللي حوالين منك في اختياراتك بقى قلنا لك مش هتجي لك كده. بص يا صاحبي، ألف: استغلال كل مقدرات الطبيعة والبيئة. مرحلة الاستغلال والسيطرة ما فيش فيها كده، دي برضو كان فيها إيجابيات للتقدم العلمي. أنا قلت لك التقدم العلمي ليه إيجابياته في استغلال وسيطرة، ليه سلبياته في قهر واستبداد. جيم: مواجهة العبث والتلاعب بعناصر الطبيعة. لما نواجه العبث يعني نحترم البيئة الطبيعية، إذا مرحلة الاحترام والصون مع الفلسفة المعيارية ما تنفعنيش. د: الخضوع والخنوع لقوى البيئة الطبيعية، دي مرحلة القهر والاستبداد، ما فيها خوف من الطبيعة، فيها خضوع للطبيعة، تقديس الطبيعة، ما تنفعنيش. يبقى عند ستك إيه يا باشا؟ رقم ب: المعاناة من عداء الإنسان للطبيعة. لأن عداء الإنسان للطبيعة إن اتكلمنا زي ما قلت لك يا باشا على مرحلة اسمها مرحلة القهر والاستبداد. الاثنين جت في نماذج 3 هتبقى كل سنه لازم يجي لك المراحل دي، فده سؤال اساسي استناه زي ما قلت لك، زي السلبيات اللي فوق سؤال اساسي استناه. بص يا غالي، مخاوفنا اما نخاف من شيء، مخاوفنا احنا كبشر تكون غالبا نتيجه ايه يا استاذنا؟ نتيجه الجهل بالاشياء وعدم معرفه مكنونتها. لما نخاف من شيء عشان احنا جاهلين بيه، مرحلة خوف الإنسان الوحيدة وجهله الوحيدة كانت في مرحلة التقديس والتأليه. طب أنا واحدة في الأربعة؟ الإخلال والإفساد ما تنفعني، دي كان القهر واستبداد. الخضوع والخنوع تنفع، ما دي فيها برضه خوف وخضوع وخنوع، بس برضه استنى، ما دي كان سيب الغالبة ليها خضوعك للطبيعة وخوفك منها. وعي والتزام دي بتاعت قهر وبتاعت الاحترام والصم ما تنفعنيش. التميز والتعالي ملهاش اي علاقه عندنا. اصبح يا حبيبي الاجابه الطبيعيه والمنطقيه بتاع سيادتك هو الخضوع والخنوع، دي السمه الغالبه على مرحله التقديس والتأليه. في مايو 22 جابوا سؤالك رقم 3: حصلت المصانع الممارسات غير الحساسه تجاه البيئه في الحرق والتخلص من النفايات من الباب الخلفي وتجميع المواد الخام دون التفكير في استبدالها، الأمر اللي أدى إلى ضرر بالغ على الغابات. كل اللي فات ده كله ممارسات سلبية، كلها خراب ودمار، حرق وتخلص نفايات وتجميع مواد خام وضرر. وزي ما قلت لك اما نتكلم على خراب ودمار يبقى بنتكلم على قهر واستبداد. طب انهي واحده في الاربعه يا عم شريف؟ الوعي والالتزام دي احترام وصول، ما ده مسمى تاني لها، الوعي والالتزام. التوضيح والاستفاده دي التفسير والتوظيف، لما فسرنا البيئه الطبيعيه من الفلسفه الطبيعيه بتاعت ارسطو.
ابتدينا نوضح البيئة ونستغلها لخدمتنا ونستفاد منها. الخضوع والخنوع قلنا ده قهر واستبداد ما ينفعنيش، لكن تدمير سيادتك، خراب سيادتك للبيئة كان في رقم ج التدمير والتخريب، وده مسمى تاني برضو ليها. خد بالك بقى، تختلف بقى الأسامي زي ما قلت لك. تعالى الأربعة في مايو 21، لا ضرر ولا ضرار، يوضح هذا المبدأ أن الإنسان بما يملكه أو يستخدمه يجب ألا يسهم في الإضرار بالآخرين. سيادتك ما تضرش اللي حوالين منك. وقال سيادتك الموقف السابق بيدل سيادتك على حاجة، أنا بقى اديناك الأسئلة بتاعتهم بقى عادي جدا. قلنا لسيادتك القهر والاستبداد، التفسير والتوظيف، الاحترام والصون، التقديس والتأليه. لا تسهم في إضرار الآخرين، احترم البيئة الطبيعية، ولا قهر واستبداد، ولا طبعا تفسير وتوظيف، ولا طبعا تقديس وتأليه. كان اختيارنا المنطقي يا حبيبي ما دمنا بنحافظ على البيئة هو الاحترام والصون، واللي فيها حفاظ الإنسان على البيئة اللي عايش فيها. مش محتاجة حاجة. تعال نخش في رقم 5. في أغسطس 22 قال للعيال في إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، مثل مايو وأغسطس، ظهرت بعض الدعوات للاهتمام بحملات التشجير التي لا تحتاج إلى سقيا لتكون مصدات طبيعية للهواء المشبع بالتلوث البيئي. اتحضر للأخضر، وعايزين نعمل يا أستاذنا مصدات طبيعية، شجر مصدات طبيعية، وبالتالي احنا عايزين نحافظ على البيئة ونحترم البيئة. لما نعمل حملات تشجير تبقى مصدات طبيعية للهواء المشبع بالتلوث. طب تمشي دي ايه يا استاذنا؟ احترام البيئة وصونها تمام تنفع، تقديس وتأليه مفيش، استغلال البيئة واستنزافها مفيش، فرض الهيمنة الإنسان على البيئة اللي هو قهر واستبداد ملهاش علاقة. لكن إجابتك الصح يا حبيبي هو احترام الإنسان، احترام البيئة وصونها. وده كانت سؤالك رقم 5. تعال الرقم 6. أغسطس 21 يقول هبرماس إن محاولة الإنسان الدائمة للسيطرة على الطبيعة والاستفادة منها جعله يحدث تحولات وتغيرات في وسائل التقنية تجعل سيطرته على الطبيعة أكثر فاعلية. يدلل القول السابق على أحد مراحل تعامل الإنسان مع البيئة، وده كده بقى أساميها مباشرة. إحداث التحولات والتغيرات في وسائل التكنولوجيا، لما عملنا الروبوت، لما عملنا الاستنساخ، لما عملنا الهندسة الوراثية، وكل دوت كان متطابق مع مرحلة واحدة، وهي مرحلة القهر والاستبداد. ظلمنا فيها البيئة الطبيعية اللي كنا عايشين فيها، فكان اختيار قهر واستبداد، ولا تفسير ولا صون ولا تقديس زي ما قلنا. وده كان رقم 6. تعال الرقم 7. تعاظم المعرفة والحرية أدى إلى تغير العقل الإنساني، بحيث قام الإنسان بممارسات شكلت إرهاقا متناميا للطبيعة والبيئة، بل إرهاقا لنفسه. فلما نقول يا أستاذنا ممارسات شكلت إرهاق متنامي للطبيعة والبيئة من بل والإرهاق للإنسان نفسه، وندي سيادتك اختيارات تفسير وتوظيف، ولا فسرنا بيئة، ولا جبنا لك حد من فلاسفة اليونان القدماء، ولا قلنا الأرض مركز الكون، ما ده تفسير وتوظيف. احترام وصول، ولا قلنا لك أخلاقيات، ولا قلنا لك قوانين، ولا قلنا لك تشريعات. تقديس وتهليل، ولا قلنا لك عبدنا البيئة، ولا قلنا لك قدسنا البيئة. كل قلنا لك اللي احنا ما شاء الله علينا بإسامتنا اللي زي الزفت خربنا البيئة زي مرحلة القهر والاستبداد.